صباح الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو المفضلات، بس عشان انا ما عملتش الفيفوريتس بتاعت يناير، فهنعمل مجمع مفضلاتي لشهر يناير وفبراير على بعض. اول مفضل عندي هو دايما هبتدي بالترتيب اللي انا متعوده عليه معاكم. اول حاجه هو افضل لحظه، وافضل لحظه الحقيقه في الشهرين على بعض كانت وقت ما وصلتوا معايا ل 200,000 فولور. دي كانت لحظه مهمه جدا جدا جدا، ولو لقيت فيديو اللي انا يعني للحظه دي هحطه، لكن الحقيقه كانت معرفش ليه ايه اهميه ال 200,000 ولا اعرف، لكن كان بالنسبه لي هدف ووصلت له، وعندي امل ان احنا نكبر كمان وكمان وكمان، بس الهدف ده في حد ذاته كان مستحيل بالنسبه لي، ولما وصلت له دي كانت احلى لحظه الحقيقه يعني في الشهرين اللي فاتوا. اما افضل يوم بقى، افضل يوم كان اليوم اللي سافرت فيه اسوان. انتوا هتكونوا شفتوا الفلوج. الحقيقه اليوم يعني السفريه دي كانت غير متوقعه، وما كنتش متخيلاها هتبقى حلوه ابدا، هتبقى شغل وخلاص، وانا ما رحتش اسوان قبل كده، فما كنتش عارفه اتوقع ايه يعني الحقيقه، لكن اتبسطت جدا جدا جدا. واي يوم سفر، ما هو هتلاقوني دايما يعني على مدى العمر اي يوم هختاره فيفورت داي او يومي المفضل هيبقى فيه له علاقه بالسفر ده، يعني ايه كده مقدما عشان نبقى واضحين. فاليوم الوحيد اللي سافرت فيه في الشهر يناير وفبراير اخترته افضل يوم، لانه فعلا كان افضل يوم. تحضير الشنطه، انا بحب تحضير الشنطه جدا جدا جدا، طبعا الناس بتقول عليها مجنونه، بس انا بحب تحضير الشنطه جدا، واقعد احضر فيها يومين كده، والنزول والمطار والمشوار المطار والطياره، وان طبعا كنت مسافره مع الاسم بتاعي ومع صاحبتي، يعني اليوم على بعضه كان يوم رائع الحقيقه. واحلى ما في اليوم ان انا لما شفت اسوان اتخضيت واتبسطت جدا 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 فعلا يعني. فهو ده كان افضل يوم، وتاريخه كان يوم 20/2. بعد كده افضل وجبه بقى، افضل وجبه كانت حاجتين بصراحه. في مطعم انا بحبه هنا في القاهره في جنب كوبري جامعه اسمه نايل ليلي، ده كنت رحت مع عيلتي كلها، اتبسطنا جدا واكلت اكله عجبتني فعلا يعني هو اكله كله حلو، بس انا بحب الشركسيه بتاعته. تاني وجبه كانت حلوه جدا طبعا في الاوتيل اللي انا كنت فيه في اسوان اللي هو الاولد كاتاراكت، كان 3 كورس ميل كده، يعني فاتح للشهيه، ابيتايزر وبعدين المين ميل والديزرت. الثلاثه كانوا احلى من بعض ومعمولين صح جدا ومعمولين مظبوط جدا جدا جدا. فالاولد كاتاراكت ان جنرال او كاتاراكت اوتيل ان جنرال الاكل بتاعه رهيب، فبالذات الوجبه دي كانت من اروع ما يكون الحقيقه يعني. اما بالنسبه لافضل الميك اب والسكين كير والحاجات دي، الشهر ده اكتشفت هذا الشيء من نيوتروجينا، هحط لكم صوره لو مش باين. ده هايدرو بوست، ده يعني زي حاجه خفيفه كده، يعني زي جل او ووتر جل او حاجه زي كده، بس فيه سان سكرين 20 SPF يعني 25 ولا حاجه طبعا بالنسبه لمصر، بس على الاقل بيبقى في الجو اللي هو الشتاء خالص ده ممكن ال 25 يمشي يعني. وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن ازاي اللي بيبقى فيه سكين كير روتين وايه الحاجات دي، علشان اتطلب مني 500,000 مليون مره، فهعمله ان شاء الله في القريب يعني. فده هايل خفيف خالص، ما بيتحسش بيه تماما، ومويسترايزر يعني مرطب وفي نفس الوقت سان سكرين. اللي بعد كده ده اول مره اجربه بقى، ده بورجوا هيلثي ميكس، بس ده بيبي كريم. البيبي كريم هو تغطيه تقريبا ما فيش، بس عشان يوحد ايفن ذا سكين تون، يعني يوحد لون البشره بس، لكن هو مش فاونديشن، يعني هو بين المويسترايزر والفاونديشن. فده مناسب جدا بقى لما اكون عايزه اروح مشاوير الشغل، عايزه حاجه خفيفه، مش عايزه فاونديشن يعني، بس حاجه تدي شويه بلور، يعني ان انا نمت مثلا، او ان انا ما عنديش نمش كتير قوي قوي، او ما عنديش، انا بموت في النمش بس ما عنديش بقع مثلا كتير، فهو ساعات بيعمل ايفنينج للسكين تون. ده ماي كولر فيه از دارك، هو 3 الوان بتهيألي. طبعا اوعوا تختاروا فاونديشن افتح من لون بشرتكم، تبقى مصيبه سوداء، فلازم نختار لون بشرتنا بالظبط، او لو هختار اغمق لكن مش افتح. الحاجه الثالثه اللي اشتريتها دي كانت من فيسز ولا مزايا، لا مزايا في الاغلب. ده سيتنج سبراي، يعني حاجه بيترش بعد الميك اب عشان يثبت الميك اب. طبعا انا المفروض بجيب ماك واربن ديكاي والحاجات دي، لكن دول بقوا غاليين جدا جدا، وفي نفس الوقت مش افيلبل يعني، فقلت طب ما اجرب حاجه ارخص
يمكن يعني، فده كان سعره كويس بتهيألي يعني 200. سيتنج سبراي بيترش بعد الميك اب، ما بيبينوش ان هو باودري قوي، ما بيبينوش ان هو كيكي كده مكلكع، او ان هو باين بودره قوي قوي كده. لا، ده بقى بيترش يرجع الجلو شويه، يرجعه يخليه جلوي او لومينس يعني منور كده. فده بالنسبه لي مؤقتا لغايه لما ربنا يسهل واجيب الماك فيكس بلس. ده ريبليسمنت يعني بديل مؤقت. وده 3 حاجات اللي انا قلتها النهارده موجوده في مصر. ده انا جبته من سعودي مثلا. ف الثلاثه الحقيقه اكتشفتهم في يناير فبراير وبستخدمهم تقريبا كل يوم. اما بالنسبه لافضل اما بالنسبه بقى لافضل كتاب، هقول النهارده افضل كتاب وافضل برنامج. اوكي، افضل كتاب قريته الشهر ده، وهو تقريبا الكتاب الوحيد اللي قريته بس عجبني، لو ما كانش عجبني ما كنتش قلته، اللي هو بتاع اليف شفق 3 Daughters of Eve، اللي هي اولاد حواء الثلاثه يمكن، او بنات حواء الثلاثه يعني. انا لسه ما خلصتوش، بس الحقيقه سياق الموضوع عجبني جدا، وكتابه طبعا اليف رائعه. انا بقرا بالانجليزي، لكن من الكتب اللي انا بحب اليف قوي قوي قوي، وبحب كتاباتها جدا. ومش كل كتاباتها بتعجبني، لكن ده من الكتابات اللي عجبتني قوي قوي. وده برضه في الفيفوريتس اللي قبل ده كان برضه كان كتاب لأليف شفق، فانا بحبها جدا. ودي من الكتب الرومانسيه اللي بتخاطب الست في حتت كتير، فلذيذ يعني عجبني. وافضل برنامج بقى كان على نتفليكس، هتكلم عنه بعد شويه. نتفليكس ده اسمه تايدينج اب. فاكرين انا كنت قلت لكم على واحده اسمها يابانيه اسمها ماري كوندو، اللي هي بتقعد توضب الحاجات وتظبط الدواليب والمش عارفه ايه، وعندها كتاب. فهي عملت برنامج بقى، طبعا يعني فيري سمارت بيرسون، حد ذكي جدا، اخدها كده وراح عمل لها برنامج. والبرنامج ده كان موجود على نتفليكس. هو اول سيزون يعني اول مجموعه فيديوهات كانوا 6، خلصتهم تقريبا في يوم ونص ورا بعض. تحفه، وزقني جامد جدا ان انا اغير في طريقه توضيب الدواليب او توضيب الارفف او كده، فاستفدت منه جدا. بس في نفس الوقت اتبسطت في عامل السسبنس، على عامل الابهار، على عامل الناس اللي بتحب التوضيب هتموت في البرنامج ده. فمن البرامج اللي اي انجويد جدا في يناير وفبراير. هما كانوا يوم ونص يعني، مش كل شهر. اما بالنسبه لافضل مشترياتي في يناير فبراير، اول حاجه هبتدي بيها البلوزه دي من ماركس اند سبنسر، اللي هو سان مايكل. في ناس بتسميه سان مايكل وفي ناس بتسميه ماركس اند سبنسر. فيها يعني فيها حاجتين انا بحبهم، الالوان، وفي نفس الوقت ان فيها اللي هي رسمه الفهد اللي قلنا عليها اللي هي موضه. فعجبني الكومبينيشن ده، ولسه ما لبستهاش، بس يعني من ضمن الحاجات اللي اشتريتها في الشهر ده، اشتريت بلوزه بقى في كل الشهرين هدوم يعني وايز، اشتريت حاجه واحده وكانت في السيل جدا كمان. الحاجه الثانيه اشتريت حاجات بعد ما شفت بقى تايدينج اب بتاع ماري كوندو. اشتريت زي علب اللي هي زي مش علب الجبنه، بس العلب بتبقى طويله كده بتتحط جوه الادراج. فدي فرقت معايا جدا جدا في التوضيب، واحساسي ان الحاجه كلها متوضبه، مفيش حاجه مرميه في الادراج. الحاجه الثالثه اللي اشتريتها ودي غريبه شويه، كيس للشرابات عشان في الغساله، عشان احنا عندنا مأساة اسمها ضياع فرد الشرابات. غالبا هما بيخشوا، اصل مفيش حل تاني يعني، مفيش حد جوه الغساله بياكل، فهو غالبا بيخشوا جوه الغساله نفسها. فلغايه لما نلاقي الثقب الاسود اللي هو بتروح فيه الشرابات، جبت بقى كيس للشرابات وهحارب الغساله يا هي. هحط الشرابات في الكيس واغسلها، بحيث بقى يعني مفروض بقى يطلعوا يعني كابلز يطلعوا شراب كامل. نتمنى نرجو من الله ذلك يعني ان شاء الله. فده المفروض كان عندي زمان ومعرفش اتقطع ولا ايه اللي حصل، فجبت بقى واحد جديد عشان احارب الغسالة. اما افضل اكتشاف الشهر ده هو نتفليكس. للاسف انا قعدت كتير جدا اقاوم يعني طلب ابني ان احنا نعمل نتفليكس كتير، يعني شهور كتيره، ولا وطبعا والمذاكره ومش عارفه ايه. وبعدين في اجازه نص سنه، اول ما ابتدت اجازه نص سنه، قال لي احنا عندنا اسبوعين واحنا ممكن نجربها شهر، وعندنا شهر فري نجرب فيه، ولو عجبتنا نكمل. وهي ب 140 جنيه في الشهر ولا حاجه، ل3 أو 4 يتفرجوا. فقلت له خلاص يبقى في اجازه نص سنه، وبعد كده نبقى نلغيها يعني، او ما ندفعش بعد كده ما دام عندنا شهر فري. طبعا اتبسطت منها جدا،
وانا مش من هواة الافلام قوي، لكن اتفرجت فيها على دوكيومنتريز تحفه، يعني اللي هي الافلام التسجيليه رائعه. الحاجات التانية البرامج، انا مش من النوع اللي هتفرج على السيريز اللي هي المسلسلات اللي ورا بعضها اللي هم بيتفرجوا عليها ابني وبنتي، لا انا مش كده، ما عنديش بقى انا اتفرج على 500 حلقه، لا ما اقدرش يعني، صعب يعني. ما عملتها مره واحده في حريم السلطان وبعد كده خلاص مش ما اعتقدش ان هقدر يعني، نيفر سي نيفر، بس يعني بتهيألي مش هقدر. فالحاجه الثانيه اللي قلنا الدوكيومنتريز اللي هي الافلام التسجيليه روعه، معموله صح جدا. في كان فيلم عن مسلسل عن الموساد، ومسلسل عن برضو حاجه تانية جاسوسيه، ومسلسل عن قصدي افلام تسجيليه عن سيريال كيلر، يعني قاتل كده ودماغهم فيها ايه. في حاجات عن السايكولوجي برضو، فاتبسطت بيها جدا. وطبعا دفعنا الشهر اللي بعده عادي خالص، وبقينا كلنا بنتفرج في نفس الوقت على على كل واحد على حاجه يعني. فكان الصراحه لو هي ب 140 جنيه بس في الشهر وكلنا نتفرج على كواليتي يعني افلام بالشكل ده، لا ده كويس جدا. طبعا نتفرج اونلاين فهي محتاجه واي فاي محترمه يعني للاسف. اما بالنسبه لافضل مي تايم، يعني احلى وقت قضيته لوحدي، كان برضه في اسوان. الحقيقه ان تاني يوم اول يوم وصلنا، تاني يوم بقى صحيت 7 الا لا صحيت 6 بس نزلت على 7:30 كده. طبعا ما كانش حد من اساتذتي صحي ولا اصحابي ولا حاجه. نزلت على بين 7:30 كده، تجولت في الاوتيل وفطرت على النيل. انا ما كنتش متخيله انه ممكن في يوم من الايام افطر على المنظر الرائع ده، يعني الحقيقه بصراحه انا كنت بشوفه في الجراند اوتيل، بشوفه في حاجات تانية يعني، لكن في صور مثلا، لكن حتى هتلاقوا في فيديو في الفلوج ان انا حاطه طبق الفطار والقهوه وقدامي المنظر الفظيع ده. ده كان افضل مي تايم. قعدت مثلا من 7 لغايه 9:30 او يعني بتوين 9-9:30 لوحدي. لفيت الاوتيل كله، صورت كتير جدا، فطرت. وبعدين طبعا مش معنى كده ان لما جم اصحابي يعني لا بالعكس اتبسطت برضو، بس الوقت اللي لو هنختار مي تايم وقت قضيته لوحدي، فهم الساعتين دول الحقيقه كانوا من اروع ما يكون. في برضو ساعه كده كانت وقت الغروب، شفت منها صور كتير اكيد في الفلوج. فرحله اسوان الحقيقه خطفت منها سم مي تايم، اذروايز برضو لو ما كانش في تايم اتبسطت جدا جدا الحقيقه. اما اخيرا وليس اخيرا اكيد اهم انجاز ليناير فبراير، اهم انجاز يناير فبراير كان برنامج سفيرة عزيزة، لانه ده اتطلبت قبلها بيوم، فكان كنت مخضوضه جدا، وانه اتطلب مني موضوع ما كنتش ذاكرته قبل كده. قعدت فتحت كل الكتب اللي قعدت ليله كامله فاتحه كل الكتب، قريت كتير جدا جدا في خلال الليله. كانت ليله رجوع من اسوان، فكلمتني وانا في المطار ان احنا عايزينك بكره، فقعدت بقى درست الموضوع جامد، ويوميها الصبح قعدت ذاكرت برضو. فده كان انا في رايي كان من اهم الانجازات. الانجاز اكيد التاني اللي قلته اللي هو 200,000 فولور. الانجاز الثالث ان انا قلت محاضره مهمه في اسوان وعجبت الناس يعني الحمد لله، وانه ابتدى شغل المحاضرات عندي يزيد شويه. الحاجه الثالثه ان انا وضبت ادراج معينه وفي اوضتي كانت مضايقاني، ودواليب معينه كده كان فيها مشكله، دلوقتي وضبطها خلاص ما ببصش فيها تاني، يعني بقى لها سيستم معين للترتيب والتوضيب كده، بقيت احط الحاجه بطريقه منظمه بحيث ما ادورش عليها تاني. فده كان بالنسبه لي انجاز مهم. انا بعمل الكلام ده في اوضتي لانه بقيه البيت انا مش كنترولينج بقيه البيت، لكن اوضتي اقدر اكنترول على قد ما اقدر يعني، لان هم كل واحد في حته والليفنج بتاعنا كلنا، ف اللي اقدر اتحكم فيه اوضتي، وهي دي اكتر حاجه حته بقعد فيها واكتر حاجه كل حاجتي فيها يعني. ووضبت شويه في المكتب يعني، اي نعم اتلخبط تاني بس حاولت يعني، مشيت على كلام ماري كوندو وعملت سم تايدينج اب وشويه تخلص من الفوضى برضه والكراكيب. فده كان اهم انجاز بالنسبه لي في يناير فبراير، او اهم انجازات. يعني الحقيقه جنة كمان الحمد لله جابت ميداليه، ده انجاز انا بعتبره انجاز ليا، بس يعني انجاز ليها اساسا. جابت ميداليه فضه في بطوله اسكندريه، فده انجاز طبعا الحمد لله. وبس يعني هم دول الانجازات المهمه الحمد لله. انا بصوا انا لو انجاز واحد صغير قد كده هو بالنسبه لي از مور ذان انف، او ان اكون حاطه هدف واوصل له، دي بالنسبه لي كفايه جدا جدا جدا. وحده الصدفيه بتاعتنا عملت ورشه عمل قويه جدا جدا وفخوره بيها،
وناس كتير حضرتها وعجبتهم، وان شاء الله نكررها. ده من ضمن انجازات الوحده وانا جزء منها طبعا، فبتشرف جدا بانتمائي لهذه الوحده. الجلديه ابتدت تزيد شويه الفتره اللي فاتت، بس كوتش مي هابي موجود برضو. ومن ضمن برضو من الانجازات الثانيه، انا دوشتكم معلش، من ضمن الانجازات الثانيه ان انا سجلت فوق ال 25 فيديو مسبقا، يعني بري ريكوردد، ونزلتهم بالجدول. فهم كل اللي بتشوفوهم دلوقتي دول متسجلين من زمان جدا، لكن نظمت جدول بحيث ان انا اسجل يومين 3 اكدس فيهم التسجيل، او 4 ايام مثلا اسجل فيهم اكدس فيهم التسجيل، واعمل اديتنج واحط جدول علشان يبقى عندي وقت، ما بقاش دايما شايله الهم امتى هينزل الفيديو كده. فده بعد سنه ونص، سنه و9 شهور، ابتدى يبقى عندي طريقه منظمه اعرف ابلود فيها الفيديوهات بصوره منظمه، وما بقاش ده ضاغط عليا يعني. بس ودي كانت ماي فيفورتس ليناير فبراير. اشوفكم دايما على خير. باي.